المباركة وفي هذه الأيام المباركات نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، وأن ينصر المسلمين في غزة. اللهم انصر المسلمين في غزة، اللهم انصر المسلمين في غزة، اللهم انصر المسلمين في غزة. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، وقفة مع الأحداث، الجزء الثالث، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، استمرارا لما نعايشه من هذا الواقع الأليم، من هذا الواقع المؤلم الذي يؤلم كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقفة مع الأحداث، المؤامرة. يعقد هذا اللقاء، ولكن قبل أن نتكلم في موضوعنا بإذن الله تبارك وتعالى نذكر أهم الأخبار، أخبار اليوم 11 على التوالي للعمليات الصهيونية العسكرية الوقحة على الشعب الفلسطيني المظلوم. مصائد الموت تنتظر جنود الاحتلال في غزة، صمود المقاومة يثير رعب الإسرائيليين وتعميم إعلام صهيوني على خسائرهم الفادحة. الجحيم بانتظار إسرائيل وجنود الاحتلال يردون على المقاومة باستباحة دماء الأطفال والنساء. جيش الإرهاب الصهيوني يقتل عائلات كاملة بغزة. عدد الشهداء يرتفع إلى 592 وعدد الجرحى إلى أكثر من 3000 منذ بدء الهجمات الصهيونية على قطاع غزة. إصابة 48 جندي إسرائيلي منذ بدء الهجوم البري مساء السبت الماضي. إسرائيل تعترف بمقتل 6 جنود. صواريخ حماس تبلغ ولأول مرة 45 كيلومتر. إسرائيل مرعوبة من أسر الجنود. كتائب القسام. خسائر الجيش الإسرائيلي منذ بدء العمليات 21 قتيل و79 جريح. القسام تعلن أن أحد عناصرها فجر نفسه في دبابة وقتل جنديا إسرائيليا في أول عملية استشهادية تعلن عنها منذ بدء العدوان. خالد مشعل يحث الشعوب العربية على التظاهر لدعم غزة. مشاهدينا الكرام، المؤامرة. لم تعرف البشرية في تاريخها الطويل مؤامرة أخطر ولا أخبث ولا أحقر من المؤامرة التي تعرض لها شعب فلسطين في هذا القرن، والتي حكاها اليهود بدهاء شديد، ونفذتها القوى الاستعمارية في العالم، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية. ثم ما لبثت أن انضم إليها العديد من حكومات العالم التي تفتقر إلى أبسط مفاهيم العدل وقيم الحق. ولا تعرف البشرية أرضا مثل أرض فلسطين التي ادعى مغتصبوها أنها قد أعطيت لهم من الله، وادعت وثائق تملكها في كتاب يدعي أنه كتاب مقدس يبيح للغاصب طرد مالك الأرض والمدافع عن النفس والمال والعرض باسم الله، وقتله باسم أرحم الراحمين. وتم تمليكها في رؤية منامية. أرجو أن ينتبه الجميع لهذا الكلام ولحلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. وتم تمليكها في رؤية منامية بغير شهود إثبات أو حتى شهود زور. وانطلاقا من هذه الفرية الكبيرة على الله بدأت خيوط المؤامرة. كيف بدأت المؤامرة؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه على ضيفنا في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، واللي مشرفنا ولأول مرة في برنامج مجلس الرحمة، وسعيد بهذا اللقاء، فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور زغلول راغب محمد النجار، والشهير بالدكتور زغلول النجار. دكتور زغلول النجار طبعا من مواليد 17/11/1933 مركز بسيون غربية، عضو مؤسس للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة التابعة لرابطة العالم الإسلامي، عضو مجلس إدارة المجلس العالمي للبحوث الإسلامية، عضو مجلس أمناء الهيئة الإسلامية للإعلام ببريطانيا، والآن فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار رئيس لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. السؤال دكتور زغلول بعد ما انت منورنا. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه الكلمات اللي استهللت بها هذا اللقاء جاءت في مقدمة كتابي المؤامرة، والتي لخصت فيها حقيقة المؤامرة على شعب فلسطين، وكيف أنها مؤامرة حقيرة حاكتها بريطانيا وفرنسا، وتعاون معها عدد من الدول الغربية،
وتبنى إثمها في هذه الأيام الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المؤامرة لها دوافع كثيرة. نعم. من دوافعها أن الغرب أراد أن ينتقم لهزيمته في الحروب الصليبية، فجاء بهذا الشتات من حثالات الأمم ونفايات الشعوب وغرسها في قلب المنطقة العربية لكي يقول لنا هكذا عدنا بعد أن أخرجتمونا من هذه الأرض المباركة. نعم. في نفس الوقت اليهود يعني عاشوا أذلاء محتقرين محاربين مضطهدين في كل أوروبا في كل العالم. الغايتان، غاية اليهود أن تكون لهم دولة يعني تحميهم من هذا الذل الذي تعرضوا فيه في عبر دول العالم. نعم. وغاية الغرب أن ينتقم من هزيمته في الحروب الصليبية بأن يعود للمنطقة من جديد. نعم. من هنا كانت هذه المؤامرة، والمؤامرة بدأت يعني من قديم بداية القرن السابع عشر الميلادي. تمام. حينما أقنع اليهود البريطانيين بتشكيل هيئة تسمى الهيئة الصهيونية الصليبية. هذه الهيئة يعني التقت فيها هذه خيوط المؤامرة، وبدأت أوروبا طبعا لكراهيتها لدولة الخلافة الإسلامية بحرب شعواء على الدول الإسلامية حتى أنهكت دولة الخلافة، وفي النهاية أسقطت دولة الخلافة. وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى فرضت الوصاية البريطانية على أرض فلسطين. نعم. ومؤامرة سايكس بيكو معروفة للعالم، توزعوا المنطقة بين فرنسا وبريطانيا، وبالقوة يعني المؤامرة بالتحايل فرضت الوصاية البريطانية على أرض فلسطين. نعم. من أجل التمكين لليهود من الإقامة على أرض فلسطين. وكانت دولة الخلافة الإسلامية تسمح لليهود بزيارة يعني كأصحاب دين يزورون، لكن لا تسمح لهم بالبقاء على هذه الأرض على الإطلاق. في ظل الحماية البريطانية لأرض فلسطين هربت أعداد كبيرة من يهود العالم إلى هذه المنطقة. تمام. ومكن لهم البريطانيون من الأرض ومن السلاح ومن المعسكرات ومن المناطق الاستراتيجية. وفي سنة 47 نهاية 47 بداية 48 أعلن بريطانيا نهاية انتدابها على أرض فلسطين، وتركت المنطقة كانت تسحب أي سلاح من أي فلسطيني وتقدمه للمحاكمة إذا ثبت أن لديه سلاح. وفي الوقت الذي زودت فيه بريطانيا اليهود بأحدث الأسلحة التي كانت متاحة، وأقيمت دولة هذا الكيان الصهيوني على أرض ليست لهم بغير حق، لا ديني ولا شرعي ولا عرقي ولا تاريخي ولا قانوني ولا أي سبب من الأسباب. دي نقطة مهمة دكتور زغلول، حضرتك بتؤكد يعني تاريخا وقانونا وشرعا وعقائديا إلى غير ذلك لا حق لهم في هذه الأرض إطلاقا كما يدعون الآن إطلاقا. لا حق لهم في هذه الأرض. تمام. وأنا أقول هذا ليس على عواهنه. يعني أقول هذا لأسباب كثيرة. تمام. منها أن صدر في أمريكا في مطلع الخمسينيات كتاب أو مجلة لصحفي يهودي بعنوان يهود اليوم ليسوا يهودا. ويقول أن الكلام على أن اليهود بقوا عرق صافي من نسل يعقوب عليه السلام كلام لا يثبته العلم. ويقول أن اليهود في العالم الآن ينقسمون إلى ما يسمى إشكنازيم وسفارديم. إشكنازيم يهود أوروبا الشرقية، وسفارديم يهود المنطقة العربية. ويقول أن الغالبية الساحقة من يهود العالم هم إشكنازيم. وبدأ يدرس أصل الإشكنازيم هؤلاء. يقول أن في مطلع القرن العاشر الميلادي كان هناك ملك يحكم مملكة حول بحر قزوين اسمها مملكة الخزر. طب ما نستاذن حضرتك كده نشوف مسألة القرن يعني القرن العاشر الميلادي وما جرى فيه ونستقبل اتصال من غزة. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أبو أحمد أهلا وسهلا. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا أخي الكريم. كيف حالكم؟ الله يكرمكم. أنتوا أخباركم إيه؟ قلوبنا معكم يا أخي. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. قلوبنا معكم. الله يحييك. الله يثبتكم وينصركم إن شاء الله. آمين يا رب. آمين رب العالمين. آمين يا رب. أنتوا محتاجين إيه يا أبو أحمد؟
احنا يا فضيلة الشيخ سكان قطاع غزة. أيوة. والآن يعني أكلمك يعني عبر قناة الرحمة باسمك وباسم جميع المسلمين. نعم. ينظروا لقطاع غزة ويشوفوا المأساة اللي احنا عايشينها من دمار وخراب. استباحوا المدارس، استباحوا المساجد يا سيدي، استباحوا كل شيء، دمروا السكان. اليوم يا فضيلة الشيخ يعني قصفوا مدرسة نعم. فيها أطفال ونساء، يتجاوز عدد القتلى فيها أكثر من 80 شخص. أنا أكلمك وأنا حكيم في قسم عمليات. نعم. مستشفى دار الشفاء. نعم. شفت علي؟ تمام. والوضع مأساوي جدا جدا عندنا. فاستغيث باسمكم وباسم قناة الرحمة من كل المسلمين من جميع الكرة الأرضية بأنهم يتعاطفوا مع سكان قطاع غزة ويقفوا في وجه الحكام اللي كابتين أنفاسهم. نعم. والصمت العربي والصمت الإسلامي، فإنه يشوفوا حل المأساة اللي احنا فيها. إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمك ويعزك وينصركم بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وسدد الله خطاكم. شكرا جزيلا. وأختك بالإسلام أم أحمد عاوزة تكلمك يا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. يعطيك العافية فضيلة الشيخ. ويعطيكم يا أختي. الله يخليك. أخبار حضرتك إيه؟ والله مأساوي يا فضيلة الشيخ. أبادوا عائلات، أطفال بيموتوا في كل ثانية. القصف يوميا البيت اللي جنبي اتقصف، بيتي عمال كله بده يهيل علينا. تخيل يعني في أني دنيا، في أني أمة إسلامية، الصمت العربي، الحكام العرب، السفراء اليهود اللي موجودين في الحكومات العربية، ليش صامتين؟ ليش خايفين؟ خايفين من إيش؟ أطفال، نساء، مدارس بيقصفوا، بيوت بيهدوها على رؤوسنا بالليل، أطفالنا خايفين، ما فيش لا في كهرباء، أنا بكلمك وأنا على ضوء شمعة. نعم. ما فيش مية، ما فيش بنزين، ما فيش مواد غذائية. قصف يوميا قصف. أنا بشتغل في مستشفى الشفاء. نعم. أنا بشتغل في مستشفى الولادة، نائبة مدير في مستشفى الولادة. نعم. يوميا تهجير أطفال ونساء، وفوق ما بيهجروهم بالمدارس بقصفوهم والحكام ساكتين على ايش؟ صحيح. عشان يبدونا ولا يجهزوا لنا اجسام. قلوبنا معك يا حاج ام محمد. والله ربنا يبارك فيك حاج ام احمد، ربنا يكرمك. قلوبنا معكم، ربنا يعني ينصركم يا رب وينصرنا هذه بداية النصر إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. خايفين من إيه؟ النصر يعني إن شاء الله رب العالمين. يعني خايفين من إيه؟ نعود أستاذنا الجليل للقرن العاشر الميلادي. في القرن العاشر الميلادي كان هناك دولة اسمها مملكة الخزر حول بحر قزوين. نعم. وبحر قزوين قديما كان يسمى بحر الخزر. وكان حاكم هذه المملكة ديكتاتور مستبد جبار مفتري على جيرانه كما تفعل إسرائيل في هذه الأيام. تمام. واليهود عبر التاريخ برعوا في الوصول إلى أهل السلطة. فوصلوا إلى الملك بولان، كان اسمه الملك بولان ملك الخزر، وأقنعوه بالتهود. فتهود الملك بولان وأعلن اليهودية دينا لمملكة الخزر، وغالبية ما ينتسبون إلى اليهودية في هذه الأيام من الخزر، وهي أعراق مغولية تتارية بعيدة كل البعد عن المنطقة العربية، لا علاقة لها بيعقوب عليه السلام ولا بإبراهيم عليه السلام ولا علاقة لها بموسى عليه السلام. نعم. لذلك أقول أن ادعاء اليهود أن لهم حق في هذه الأرض لا أساس له من الصحة اطلاقا. انا يعني كلام حضرتك مهم جدا، وانا يعني بتمنى ان الكل ينتبه، لكل من يشاهدنا الان ينتبه لهذا الكلام، لانها حقائق تاريخيه. نعم. يعني كلام مؤكد وكلام موثوق. فانا اتمنى ان الكل ينتبه، وكل اب وكل ام يخلي ابنه او بنته ينتبه لكلام فضيله الدكتور زغلول نجار، لان دي هي كيف بدات المؤامره، البدايه بتاعتها، عشان الكل ينتبه لهذا الكلام. نعم. طبعا المطبعة التي تصدر هذه المجلة أحرقت في الحال، والرجل قتل في عملية يعني تآمرية أيضا. وبدأ طبعا فكرة إقامة دولة لليهود، وطرحت بدائل كثيرة، طرحت أمريكا الجنوبية، طرحت يوغندا، أوغندا، طرحت، لكن الغرب كان يريد أن ينتقم من المسلمين بانتزاع
القدس وانتزاع الأرض المباركة من أيديهم مرة أخرى، بدليل أن لما دخل جورو إلى دمشق ركل قبر صلاح الدين وقال له هكذا عدنا يا صلاح الدين. والقائد البريطاني لما دخل القدس أيضا فعل نفس الفعل وقال نحن عدنا، كأنهم يتشفون في المسلمين في هزيمتهم في الحرب مع اليهود. المهم قامت هذا الكيان واعترفت به مجلس الأمن الذي يلجأ له العرب في هذه الأيام. ومجلس الأمن لم ينصفنا في قضية واحدة. صحيح. طبعا بعد إسقاط دولة الخلافة الإسلامية مزق العالم الإسلامي إلى أكثر من 57 دولة ودويلة، فتبعثرت إمكانات الأمة وتخلفت الأمة علميا وتقنيا في كل شيء، اقتصاديا وسياسيا، وهزمت عسكريا أمام هذه العصابات من حثالات الأمم ونفايات الشعوب اللي تسمي نفسها إسرائيل. هذا الكيان رفضته الأمة العربية ودخلت الجيوش العربية سنة 48. للأسف الشديد لم تكن الجيوش مهيئة لا نفسيا ولا معنويا ولا عسكريا يعني، فهزمت هذه الجيوش 7 جيوش عربية هزمت أمام يعني هذه العصابات التي كان يمكن تطهير الأرض من دنسها في الحال. نعم. بعد ذلك عقدت الهدنة تلو الهدنة، وعمر اليهود ما التزموا باتفاق. صحيح. وهكذا يصفهم القرآن الكريم، يعني لا يلتزمون بعهود ولا بمواثيق ولا باتفاقيات، معتمدين على دعم الأمريكان لهم ودعم الغرب لهم. ونحن أخطأنا يعني كدول عربية وكحكومات عربية كمسؤولين عرب، أخطأنا خطأ شديدا في التعامل مع هذه القضية على أنها قضية سياسية، وهي ليست كذلك، هي قضية دينية عقائدية. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ليس شبر من أرض المسلمين فالجهاد فريضة. يقول يخرج الابن دون استئذان والديه، والزوجة دون استئذان زوجها، والخادم أو العبد دون استئذان سيده. يعني حضرتك الآن تدعو للجهاد؟ بدون شك، يعني لا حل إلا الجهاد. يعني من يملك حق الجهاد أو من يملك أمر الجهاد؟ يا أخي الكريم، أنا أقول جاي لك في الكلام، يعني لن يحل هذه القضية إلا الجهاد. يعني لن يصلح مع اليهود سلام أو صلح أو فتح حدود أو تبادل علاقات دبلوماسية أو علاقات تجارية. هؤلاء شياطين الإنس. يعني كثير من الناس بيتخيل أن اليهود ديانة. اليهود اليوم ليسوا يهودا، ولا علاقة لهم بموسى عليه السلام، ولا علاقة لهم بالتوراة. هؤلاء عصابة من الأشرار، عصابة من اللصوص الذين سرقوا هذه الأرض. وطبيعة اللص الذي يشعر أن لا حق له في هذه الأرض أنه يفرض وجوده بالقوة بسفك الدماء، يعني إكثار المذابح، إكثار من القتل، إكثار من الإصابات، وإكثار من الهدم والتدمير، حتى يثبت أن له حق في هذه المنطقة. صحيح. هذه طبيعة اللص. تمام. فلا يجوز أن نتعامل مع مجموعة من اللصوص على أنهم دولة. نحن أخطأنا خطأ كبيرا في التعامل مع أنهم دولة. هذه ليست دولة، هذه عصابات من اللصوص ومن الأشرار ومن القتلة. نحن دكتور زغلول يعني من وجهة نظرنا أنها ليست دولة، وهي دي مجموعة عصابة، ولكن في نظر العالم الغرب إن هي لأن احنا لم نشرح القضية للغرب من منظورها الإسلامي الصحيح. يعني ما في زعيم عربي تكلم مع الغربيين على أن هؤلاء الناس لا حق لهم في التواجد في هذه المنطقة، بل بالعكس بيؤكدوا أن لهم حق. هم لا يؤمنوا به، يعني الغرب لا يؤمن به. يا أخي الكريم، الغرب يسعى لمصالحه. نعم. وإذا أخطأ ممكن لو وصلت معه بالحجة أن تقنعه. الغرب ليس كله شياطين. الغرب فيه ناس عقلاء، لكن نحن أخطأنا في أن أولا اعترفنا بهذا الكيان فأعطيناه شيء من الشرعية وهو لا شرعية له، وأخطأنا أكثر بالتبادل الدبلوماسي معه، فبالغنا في إجرامنا في هذا الاعتراف، وبالغنا أكثر بفتح الحدود وتبادل العلاقات التجارية. مصيبة كبيرة. ناس قتلة سفاحين، يعني المجازر الإسرائيلية عبر الفترة 60 سنة الماضية فقط يعني يقشعر لها الأبدان. في كل أنا عندي قائمة بمجازرهم. يعني شوف يا سيدي، يعني من القدس
إلى قلقيلية، إلى صفد، إلى رام الله، أي. إلى الحولة، إلى الخليل، إلى الناصرة، إلى نابلس، إلى وادي الأردن، إلى صور باهر، إلى دير ياسين، إلى القسطل، إلى ناصر الدين، إلى طبرية، إلى بيسان، إلى خان يونس، إلى غزة قديما، إلى كفر قاسم، إلى قلقيلية، إلى الدواعية، اللد والرملة، البريج، السموع. يعني كل هذه مذابح. صحيح. يعني من سنة 47 خانة الأولى وخانة الثانية. أي. يعني المعركة لبنان يعني في عام 2006 دمروا كل شيء في لبنان. أي. هؤلاء لا يصلح معهم صلح، لا يصلح معهم سلام، لا يصلح معهم معاهدات. هؤلاء سفاكين للدماء، هؤلاء قتلة، هؤلاء مجرمون، هؤلاء متوحشون، لا دين لهم ولا أخلاق عندهم ولا قيم تضبطهم. فلا بد أن نفهم هذه النفسية. إذا كنا غير قادرين على الدخول في معركة فعلية معهم الآن، على الأقل لا نعترف بهم. نعم. نقبل يعني من الذي لا يعترف بهم؟ الحكومات العربية أجرمت إجراما شديدا في حق هذه الأمة. كل دولة عربية اعترفت بالكيان الصهيوني أو تبادلت معه علاقات دبلوماسية أو سمحت له فتح مكاتب علاقات تجارية أجرمت جريمة كبيرة سيحاسبها عليها ربنا تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. نعم. في الدنيا قبل الآخرة. سبحان الله. لأن نحن مسؤولون عن هذه المذابح التي تغرق فيها غزة منذ أكثر من 12 يوم. سيسائلنا ربنا تبارك وتعالى فردا. الكل طبعا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤول عن رعيته. طب مسألة حضرتك دكتور، يعني دكتور زغلول، هذا الكلام الواضح الجميل الجريء، يعني دايما معروف عن الدكتور زغلول انه يقول ما يرضي الله تبارك وتعالى، لا يرضي احد من البشر ايا كان، ولكن يرضي الله تبارك وتعالى. قد يقال حضرتك بتقول لا نعترف بهم ولانهم يعني سفاكون وقاتلون ومغتصبون الى غير ذلك من امور، ولا نقيم معهم علاقات دبلوماسيه الى غير ذلك من امور. قد يقال الان ممن يتابعنا الان طب انا عامل معهم معاهدات واتفاقيات الى غير ذلك من امور، اعمل ايه بقى؟ والله سفك الدماء في غزة يبطل كل هذه المعاهدات. القتل في غزة أكثر من 600 شهيد إلى الآن. نعم. وقرابة 3000 جريح. وأنا كنت في زيارة الجرحى اليوم في معهد ناصر، شيء يدمي القلب. أطفال. نعم. والله أطفال رضع مصابين بشظايا هؤلاء المجرمين. يعني يدعون أن المقاتلين يختبئون في وسط المدنيين. سبحان الله. أين المدنيون في الذين قتلوا؟ أين العسكريون في الذين قتلوا؟ كلهم مدنيون، كلهم مدنيون. نعم. أنا بمناسبة حضرتك يعني وهذه فرصة لابد إن احنا نجدد الأمل ونفوق. الأمة محتاجة إن هي تفوق. نعم. تفوق من هذا السبات العميق اللي احنا نايمين فيه. نعم. فبمناسبة معهد ناصر وخلال زيارتك لهم اليوم، احنا برضو ايضا زرنا معهد ناصر والمصابين والجرحى الفلسطينيين اللي هم الابطال اللي حضرتك لما انت زرتهم وشفتوا فيهم الشجاعة والجرأة والكل بيتمنى ان هو يعود مرة اخرى. لذلك اقول يا اخي الكريم واقول للمشاهدين، بالرغم من فداحة الخسائر، نعم، وبالرغم من ان قلوبنا تدمى على الذين يقتلون والذين يصابون من الأطفال ومن النساء ومن الشيوخ، وبالرغم من أن قلوبنا تدمى لهذا الدمار الشديد الذي أفنى كل شيء على وجه الأرض في غزة، إلا أني أؤمن إيمانا قاطعا بأن هذا بداية النصر إن شاء الله. هذا طريق النصر إن شاء الله. لأن الأمة طعنت في مقتل في رؤسائها. نعم. يعني استطاع العالم الغربي في ظل احتلاله للبلاد العربية والإسلامية أن يقصي الإسلام إقصاء كاملا عن مقامات اتخاذ القرار. فتولى السلطة النطيحة والمتردية وما أكل السبع. نعم. يعني حثالات الناس. نعم. يحكمون العالم العربي الآن. نسأل الله لهم الهداية. نسأل الله لهم الهداية. نسأل الله الهداية أو يأخذهم جميعا ويريحنا منهم. نعم. لا يوجد الآن حاكم عربي واحد يفهم الإسلام. لا يوجد حاكم عربي واحد يطبق الإسلام. لا يوجد حاكم عربي واحد يحكم في هذه القضية باسم الإسلام. نعم. والله أنا من هذا المنبر نعم. أحيي أردوغان، الله يثبته وينصره، الذي قال من الكلام ما لم يستطع حاكم عربي أن يقوله. رئيس وزراء تركيا قال كلاما لا يستطيع حاكم عربي أن يقوله، ونحن متضررون من هذه المأساة أكثر من تركيا. لماذا الصمت؟ لماذا الجبن؟ لماذا الخوف؟ لماذا هذا الذل وهذا العار؟ نعم. الذي تعيش فيه الأمة؟ خايفين على ايه؟ على كراسيهم؟ سبحان الله. اين الجيوش العربية؟ اين الأسلحة العربية؟ لماذا يشترى السلاح؟ لقمع الشعوب وإذلالها وحماية الكراسي والعروش والاستعراض في المهرجانات.
هل هذا دور الجيوش في العالم العربي؟ هم يعلمون أن الكيان الصهيوني يستعد لهذه المعارك منذ عشرات السنين. لماذا لم يستعدوا؟ أين أموال هذه الشعوب؟ لماذا خذلونا في هذا الموقف وخذلوا الأمة وظهروا بظهور الجبن والخوف والاستخذاء والضعف والمهانة وأذلوا الأمة معهم؟ أين دور مصر؟ نعم. زعيمة العالم العربي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي أمر 10 أتي به يوم القيامة مغلولة يده يبسطها العدل ويقبضها الظلم. نعم. نحن لسنا 10. يعني عيب أن تخرج المظاهرات في كل العالم إلا مصر والضفة. عيب أن تخرج مظاهرات معبرة عن أسى هذه الأمة يعني إلا في مصر وإلا في غزة. عفوا دكتور زغلول، يعني ده أكثر المظاهرات التي خرجت تندد بما يحدث في غزة خرجت في مصر، في كل محافظات مصر، حتى النساء حتى الأطفال في المدارس. يا أخي لم يخرج في القاهرة مظاهرات، واللي يخرج في القاهرة بيعتقل ويسجن. نعم. أنا كان يوم الجمعة الماضية أنا كنت عندي سفر إلى بلبيس، والله عدد سيارات الشرطة أمام المساجد الكبرى في البلد لو نقلوهم إلى غزة لدحروا الإسرائيليين. عيب والله. نسأل الله تبارك وتعالى، يعني نسأل الله تبارك وتعالى لهم الهداية لحكام العرب والمسلمين، ونسأل الله أن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير دائما بإذن الله تبارك وتعالى. أستاذ حضرتك كده بعد هذا الكلام مشاهدينا الكرام، الكلام كلام من القلب، خرج من القلب فوصل لكل القلوب التي تشاهدنا الآن. نشوف كده معهد ناصر ورسالة من معهد ناصر من المصابين الجرحى الفلسطينيين بيقولوا لنا إيه، وبيقولوا لكل مشاهدي قناة الرحمة بيقولوا إيه. تعالوا مع بعض نشوف هذا التقرير. فلسطين ضاعت وأنتم نيام، ومات الضمير وحل السلام، ولذتم بصمت فيا للطغام، تباع البلاد ويخشى الكلام. الشعب المصري كله خدام للشعب الفلسطيني، لأن ده حقكم علينا. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، وحياكم الله. شعب غزة مظلوم محاصر وعايش تحت ضربات الاحتلال كل يوم، أصبت في العدوان الغادر على غزة. الذين قال لهم الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يعني هي بتشلون على عيون الشعب المصري، حياهم الله. يعني نصر أو شهادة لا تأتيهم. يوم السبت الماضي بمجرد ما وصل إلينا تعليمات من وزارة الصحة، كان حوالي الساعة 2 ظهرا، برفع درجة الاستعداد لاحتمال وصول مصابين من غزة. تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمعهد، فتح المخازن، توفير المستلزمات الطبية المتوقع الاحتياج إليها. تم استدعاء الفريق الطبي المتكامل لمثل هذه الحالات، وده في الطبيعي بيشمل مختلف التخصصات الهامة زي جراحة العظام، جراحة التجميل، جراحة المخ والأعصاب، الجراحة العامة، استشاري التخدير، استشاريين الرعاية المركزة. وبدأ إعداد عدد كافي من الأسرة في الدور الرابع، أخلينا حوالي 100 سرير بحيث نكون مستعدين استعداد كامل لاستقبال أي عدد من المصابين. ظلنا ننتظر وصول المصابين من يوم السبت، طوال يوم السبت من الساعة 2 ظهرا. يوم الأحد بدأ وصول الحالات على دفعات اعتبارا من فجر يوم الاثنين صباحا. في أول يوم وصلنا حوالي 13 حالة، بعد كده تتابعت وصول الحالات إلى أن وصلنا في الوقت الحالي النهاردة إلى 33 حالة. يعني ده جزء مختصر من التقرير اللي عرض في الحلقة الماضية. ولكن دكتور زغلول، طيب ماذا يجب على الشعوب الآن؟ حضرتك وجهت الرسالة للحكام، ماذا يجب على الشعوب الآن؟ يجب على كل مسلم أن يبذل أقصى ما يستطيع للدفاع عن هؤلاء المظلومين. الذي يملك مالا يدفع المال، الذي يملك قدرة على الكتابة يكتب، الذي يملك قدرة على الخطابة يخطب، الذي يملك الاتصال بالمسؤولين وتحريك مشاعرهم يصل، الذي يعني لا نقف عجزة. نعم. يعني لا نقف، موقفنا الآن مخزي أمام الله وأمام الناس.
يعني أن نترك هذا الحزام الضعيف المحاصر من كل جهة، يعني نهب للآلة الإسرائيلية، يعني تفظع فيه بهذه الفظاعة، يعني حرق كامل، يعني مجزرة كاملة، دماء تسيل في كل يوم، مئات الشهداء وآلاف الجرحى. نعم. ونحن نتفرج، والله لا يرضى ذلك رب العالمين أبدا. وكل الذي يملك شيء يفعله. كل يعني الذي يملك شيء، أي شيء، أيا كان سبحان الله. كان. طب مسألة المقاطعة. نعم. مسألة المقاطعة. نعم. مش هي جزء من الجهاد؟ مش بس المقاطعة. أنا أقول أضعف الإيمان طرد السفير الإسرائيلي من كل دولة عربية فيها سفير إسرائيلي، سحب السفراء العرب والمسلمين من هذا الكيان الشيطاني، فتح المعابر لهؤلاء المحاصرين مهما كلف ذلك من ثمن، يعني تزويدهم حتى بالسلاح، يعني واجب علينا فرض أن نمدهم بالسلاح، لا نخاف من ذلك. قد يقال الآن يعني أضيع أمن بلدي يا دكتور زغلول؟ ما فيش حاجة اسمها تضيع. الدنيا لا تساوي شيء في الآخرة. الذي يعني يحب يدخل الجنة يجاهد في هذه الدنيا. الدنيا رحلة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طب ما استعدتوش ليه من زمان؟ ضايع أمن بلدك. أنت تعلم أن جنبك يعني خلية سرطانية تستعد لاغتيالك. لماذا لم تستعد لها وأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لم تستعد؟ هؤلاء الشياطين يقولون لكل زعيم عربي نحن نستطيع أن نفعل بكم كما نفعل في غزة. هل استعددنا لذلك؟ هل أخذنا استعدادنا لذلك؟ لم نستعد. نحن نيام. نعم سبحان الله. نستاذ حضرتك ونستقبل اتصال من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ محمد. مسي عليك وعلى الدكتور زغلول النجار. أهلا وسهلا. الحقيقة يعني رغم المشاهد اللي بنشوفها، قتل الأطفال والدم وكل دول، لكن أنا وجهة نظري إن إسرائيل بتحاول إن هي تخفي النصر الكبير اللي حققه الأبطال الموجودين في غزة. نعم. لكن أنا عايز أسأل من خلال حضرتك سؤال لكل الناس اللي بيسمعوا دلوقتي أول. نعم. إزاي المقاومين في غزة صبروا؟ هو ده السؤال اللي لازم نسأله. ازاي هم ربنا سبحانه وتعالى أعانهم وصبروا لحد اللحظة دي؟ نعم. كان يوم دلوقتي 11 يوم قصف نيران مدفعية على التوالي. 11 يوم على التوالي. نعم. بقول 11 يوم على التوالي ما شاء الله. 11 يوم على التوالي وصامدين ما شاء الله تبارك وتعالى. وما زالوا بفضل الله صابرين وصامدين. نعم. واخد بال حضرتك؟ أنا أعتقد أن دي رسالة من الله سبحانه وتعالى أنه المسألة هي عقيدة رقم واحد. ما هو الدكتور زغلول قال دي بداية النصر. اي نعم. نعم. المقاومة واخد بال حضرتك عملوا عقيدة قوية. نعم. هو ده اللي لازم كل شاب فينا يفهمه ويعرفه. ربنا يكرمك يا استاذ محمد. ان هو لو عايز يساعد، لو عايز يساند، لو عايز يقف، مش بين يوم وليلة، لا، انت لازم تبني عقيدة قوية واعمل اللي عليك، اللي ربنا يقدرك عليه اعمله، ان شاء الله ربنا هينصرك. نعم. الابطال في غزة اثبتوا ده، ان هم بقى لهم فترة بيشتغلوا عقيدة قوية وعملوا اللي يقدروا عليه، والعالم كله محاصرهم، وربنا سبحانه وتعالى بيقول للعالم كله ان تنصروا الله ينصركم. نعم. واخد بال حضرتك؟ هي دي الرسالة اللي لازم كل واحد يفهمها، ونبطل ان احنا نلقي الملامة على بعض. وده عملوه الابطال برضه في غزة. انا شخصيا بحترم جدا 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 الحوارات الصحفية اللي بتطلع عليهم، ناس مؤدبة قوي ما بيغلطوش في حد، واخد بال حضرتك؟ وهي دي العقيدة الصحيحة. ربنا يكرمك يا استاذ محمد. احنا بنشكرك. لابد الشباب، انا اتمنى لكل شاب يسمعني دلوقتي، العقيدة يا جماعة المسلمين لازم نصحى. نعم. المسألة دي مسألة عقيدة. ربنا يكرمك ويعزك يا استاذ محمد. ربنا يكرمك ويعزك يا رب. هو طبعا الحرب على حماس لأنهم يرفعون راية الإسلام. حرب على الإسلام. نعم. نستقبل المداخلة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا يا فندم. اتفضل يا فندم. والله العظيم أنا عايز أقول لك أنا مش عارف دلوقتي ناحية غزة. أنا أقسم لك بالله بقى لي 4-5 أيام عارف أنام. تعبت يا جماعة والله تعبنا. ارحمونا حكام العرب، الأمة الإسلامية، حرام اللي احنا بنشوفه ده يا جماعة ارحمونا. نعم. والله يا شيخ زغلول اللي انت بتقوله ده اقل ما يكون على حكام العرب. يا جماعه ارحمونا، احنا ما نجيش كندره في الشهداء اللي بيموتوا هناك. حسوا بينا احنا برضه، يعني كشعب مصري بايدينا ايه. انا نفسي اعمل حاجه، انا نفسي اعدي، نفسي استشهد اول واحد، نفسي اكون شهيد. سبحان الله يا جماعه والله العظيم انا خلاص حتى قنوت الليل ما بقتش مش قادر افتح قناه الاقصى ولا قادر افتح اي قناه. والله العظيم يا جماعة احنا بنسوي اي حاجة فيهم واحنا مش اقل منهم. ربنا يكرمك. مش اقل، ده احنا 70 مليون مصري.
ربنا يكرمك ويعزك يا رب ويرزقنا الشهادة، اللهم امين يا رب. استاذ محمد السلام عليكم. اتصال من كفر الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك، اتفضل. الله يكرمك. انا كان لي سؤال مع الدكتور لو سمحت. نعم. لو سمحت يا دكتور. اتفضل. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. اتفضل اتفضل يا فندم. لو سمحت حضرتك، هل يجوز الخروج عن الحاكم عندما لما يمنع الصلاة في المسجد؟ طبعا طبعا. طيب شكرا جزيلا. طيب مسألة دكتور زغلول، انت حضرتك بتقول طبعا، ايه الدليل؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول عليكم بالسمع والطاعة ما أقام الصلاة فيكم. فإذا منعني من الصلاة خلاص لا سمع ولا طاعة. طيب مسألة الآن دكتور زغلول في يعني هذه المشاعر، يعني ده جزء من كل من المشاعر اللي موجودة، الجياشة والفياضة في العالم العربي والإسلام. نعم. الكل بيسأل. أنا عايز حضرتك تحدد لنا 1 2 3. نعم. ماذا يجب علينا أن نفعله الآن؟ يجب أن ندرك المرض الحقيقي ونتعامل معه بحكمة، ونتعامل معه بموضوعية، ونتعامل معه بمنهجية علمية صحيحة. المرض الحقيقي أننا ولي علينا حكام لا يعرفون الإسلام بل يحاربون الإسلام، وعلينا أن نغير هؤلاء الحكام بالطريقة المشروعة، بطريقة الانتخابات. يعني لا نسمح بتزوير الانتخابات، لا نصوت لإنسان غير ملتزم، لا نقدم إلى البرلمان ولا مجلس الشعب ولا مجلس الشورى إلا عناصر تفهم دينها وتلتزم بهذا الدين. هذا هو الحل، هذا هو المخرج. بالنسبة للأزمة الحالية والله المذابح التي تدور على أرض غزة يعني تسقط أي اتفاق وتسقط أي معاهدة وتسقط أي ارتباطات. يعني دول ناس تجاوزوا كل الحدود، فلا يجوز أن تبقى لهم معنا أي علاقات. وأضعف الإيمان أن أطرد سفيرهم من بلدي. طب طرد السفير إلى غير ذلك ليس في وسعي أنا، ليس في وسعي أطالب به يا أخي، أنت مواطن طالب به. نعم. من حقك أن تطالب به. أنا أطالب الحكومة المصرية من هذا المنبر بأنه عار علينا أن يبقى السفير الإسرائيلي على أرض مصر، ويبقى مئات الإسرائيليين على أرض مصر، والإسرائيليين يذبحون الإخوة لنا في غزة بهذه القسوة وبهذه الوحشية وبهذا الحقد وبهذه الكراهية. رب العالمين يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. احنا نتخذهم أولياء، نحن نتصافح بهم ونقبلهم ونستقبلهم ونحضنهم ونسلم عليهم رجالا ونساء. مصيبة كبيرة. يقول رب العالمين لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا كان من 1400 سنة. يقول رب العالمين وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. هذا كلام رب العالمين يا أخي. هل يسمح لي كمسلم أن أقبل هؤلاء الشياطين أو أن أستقبلهم في بلدي بعد كل هذه الدماء وكل هذه الأجساد وكل هذه التضحيات؟ هل يجوز هذا؟ هل يجوز أن أقابل كلب من كلاب إسرائيل على أرض مصر أو على أرض أي بلد عربية؟ والله لا يرضى الله ذلك. والله لا يمكن أن يقبل الله منا ذلك مهما كانت المبررات. فالدنيا رحلة قصيرة إلى الآخرة الأبدية، واللي خايف على الدنيا خليه قاعد على الكرسي. طرد السفير الإسرائيلي من أي دولة عربية أيا كانت. طيب برضو السؤال ماذا يجب عليه كشعب؟ ماذا يجب عليه كفرد؟ طالب يا أخي. غير المطالبة. لا تكن جبانا، لا تكن خائفا. يعني اخرجوا إلى الشارع تظاهروا كما تظاهر الناس وليسقط شهداء وليسقط جرحى. طب ما القرآن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا جهاد. أيوه. الجهاد ليس تهلكة. الجهاد ليس تهلكة. تعودنا الجبن تحت هذه الحكومات القاسية الدكتاتورية المستبدة التي لا ترعى شعوبها ولا تعرف حقوق للشعوب. نحن مستذلون، نحن نحكم بأحكام عرفية من 52 إلى الآن في مصر على الأقل. قوانين طوارئ من 52 إلى الآن. أين حرية الشعوب؟ لماذا تقمع المظاهرات إذا خرجت في الشارع تعبر عما في ضمائرها؟ لماذا يمنع الناس من الصلاة في المساجد يعني الجمعة الماضية؟
لماذا تحاصر المساجد بأرتال من الجنود الشرطة الذين لو ذهبوا إلى الجهاد لحرروا هذه الأرض ورفعوا هؤلاء المساجين؟ أنا هو السؤال دكتور، يعني هذا الكلام ده كلام واقعي وكلام جميل من فضيلة حضرتك، ولكن هو السؤال أنا أريد الجهاد. طيب. أنا أريد الجهاد. طيب. ولكن أنا ليس عندي دين ولا عندي أمانة ولا عندي أخلاق ولا عندي تربية ولا عندي عقيدة ولا عندي مقومات الجهاد. أنا مش عارف معنى الجهاد إيه. طيب معنى الجهاد أن لا ترضى بالظلم. نعم نستقبل اتصال. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا وسهلا. أهلا أستاذ صلاح، أهلا وسهلا. أهلا بك، ربنا يخليك. أنا بحيي الدكتور زغلول نجار على هذه الشجاعة، والله يعني بيفكرنا ويذكرنا بالشيخ العز بن عبد السلام. نعم. والحكام دي أقل شيء نوجهه للحكام النصيحة يعني. نعم ربنا يكرمك. وبشكره وبديله بالصحة والعافية، جزاه الله كل خير. شكرا جزيلا. السلام عليكم. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني طب الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أم هدى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازي حضرتك يا أستاذ ملهم؟ الله يسلم حضرتك. الله يكرمك. شيخي وأبي أحييك على هذه الشجاعة، جعل الله هذا حجة لك لا عليك إن شاء الله. آمين يا رب. والله أنتم الذي أدمعتم أعيننا الآن بهذه الكلمات الرقراقة التي إن عبرت عما في قلب كل المسلم، لكن ما باليد حيلة. يعني حضرتك شايف إن لوحدينا إحنا ممكن نعمل حاجة، لكن تمام. لو اجتمع الكل معانا هنعمل. تمام. لكن إحنا لوحدينا هيبقى صعب نعمل حاجة. ربنا يكرمك ويعزك يا رب. شكرا جزيلا. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم مريم. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. اتفضلي. أيوة ماشي. اتفضلي يا فندم. يا شيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بشكر أوي الشيخ زغلول على الكلام اللي هو قاله، وربنا إن شاء الله ينصرنا إن شاء الله بإذن الله. وزوجي بس هيبدأ كلمة كده للشيخ زغلول. اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذ ملهم؟ اهلا وسهلا. الله يكرمك. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. انا بحيي الدكتور زغلول النجار، وبصراحه يعني انا اللي الواحد بيشوفه كل يوم بصراحه يدني القلوب بصراحه يعني. ايوه. ونفسنا في كام واحد زي الدكتور زغلول النجار يشجعونا يقولوا لنا الطريق ازاي ونعمل ايه وبالظبط ايه. يعني الواحد بصراحه اللي الكلام سامعه دلوقتي من دكتور زغلول بجد ربنا يكتبه في ميزان حسناته. يعني بصراحه لان الواحد بيشوف قناه الاقصى وبيشوف بقيه القنوات الثانيه يعني، والاطفال طب الاطفال دي ذنبها ايه؟ طيب تمام. احنا بايدنا ايه؟ احنا دورنا ايه؟ احنا دورنا طيب ايه؟ حاضر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب طب نعود. انا بسأل السؤال يا دكتور زغلول، يعني كلام حضرتك واضح ان مسألة الجهاد ولا بد من تحرير هذه الارض الطاهرة. الفهم يا اخي. انا عايز اوصل للسؤال. الفهم قبل الجهاد. انا ده اللي انا عايز اوصل. انا اريد الجهاد، ولكن طيب. انا اعقل الوالدين، انا قاطع الارحام، انا بزني، انا اقوم بجميع المحرمات او بعض المحرمات او جزء منها. طب انا المواصفات دي فيا، كيف اجاهد؟ شوف يا اخي. نعم. نحن نعاني من فساد في التعليم. تمام. نعاني من فساد في الإعلام، نعاني من فساد في الاقتصاد، نعاني من فساد في الحكم، نعاني من فساد سببه إقصاء الإسلام عن مقامات اتخاذ القرار في الدولة. لا أقول مصر وحدها ولكن كل العالم العربي بالعموم، على وجه العموم. نعم. كل العالم العربي أقصي الإسلام من مقامات اتخاذ القرار، فوصلنا إلى ما وصلنا إليه. نعم. من تردي. الأبطال في غزة وصلوا إلى ما وصلوا إليه من عظمة، يعني استطاعوا أن يرفعوا الخزي عن الأمة العربية باستبسالهم في المعركة، لأنهم تربوا على الإسلام، على الإيمان، تربوا على الإسلام. نعم. يعني التربية على الإسلام تبرز هؤلاء الأبطال. تمام. لو يعني اهتممنا بإعادة تربية شبابنا على الإسلام من فترة طويلة ما وصلنا إلى هذا الخزي الذي نحن فيه الآن. والله اتصل بي أحد أساتذة التخدير في كلية الطب جامعة القاهرة. تمام. وسألني قال كم تتخيل عدد المدمنين من شباب مصر؟ قلت له يعني ايه 2-3%؟ قال لي 60%. قال لي 60%. طب و60% هم اللي هيجاهدوا؟ ما هيش هيجاهدوا. ما انا بقول هذا خراب التعليم. طيب. خراب التعليم. نعم. في فرق ما بين الجهاد الذي يدفع الإنسان ذاتيا
لعمل عظيم يطلب به مرضات الله سبحانه وتعالى، وبين جيوش قائمة مهمتها الجهاد، وظيفتها الجهاد، مش حراسة الكراسي وحراسة العروش والطلوع في ما هو هؤلاء ندعو لهم يا دكتور زغلول، يا أخي ندعو لهم لكن لازم ننبههم لأخطائهم. نعم يا جماعة ندعو لهم وبس. من ينبههم؟ العلماء. طيب العلماء. طب إذا كان اليوم أحد العلماء كاتب في الأهرام يسب حماس ويتطاول على حماس، وبعض الصحفيين يتطاولون على حماس. أشراف الأمة والله أبطال الأمة، والله ما في الأمة مثلهم هؤلاء الرجال الذين وقفوا لهذا الكيان الصهيوني الغاصب بصدورهم، يتلقون أعتى أنواع الأسلحة ولم يخفهم ذلك أبدا. هؤلاء هم الرجال. حماس التي تحارب من أغلب الأنظمة العربية ومن أغلب الأنظمة الفلسطينية هم أشراف الأمة، هم الذين يدافعون عن شرف الأمة الآن. نحن نريد شباب من هذه النوعية. ربنا يثبتهم يا رب، ربنا يثبتهم. نريد شباب من هذه النوعية. طب ما هو أنا أريد شباب من هذه النوعية، يعني كلام حضرتك واضح، ولكن هو السؤال عايز أرجع له برضه. أنا أريد الجهاد، ولكن أنا بقول لحضرتك أنا في نواقص كثيرة. يا أخي الأمة فيها خير كثير. طيب. أنت لا تقول لي إن عندي نواقص كثيرة. الأمة فيها خير كثير جدا. والله الشباب الذي خرج في المظاهرات شباب طاهر، شباب يريد مرضات الله سبحانه وتعالى. لا تصم الأمة كلها بأنهم زناه وعصاه ومنحطين، لا، الأمة فيها خير كثير. نعم. لكن فيها فساد، وهذا الفساد لابد أن يعالج، لكن لا تتهم الأمة. الأمة فيها خير كثير جدا. والله رأيت من هؤلاء الشباب الذي زرتهم اليوم بطولات يعني لا يستطيع الإنسان أن يصفها بكلمات. لا يستطيع الإنسان، رضع أطفال صغار مصابون في هذه المعارك. والوحشية الضارية التي تدور على أرض غزة الآن والله وصمة عار في جبين كل حاكم عربي، ووصمة عار في جبين كل حاكم مسلم، ووصمة عار في كل مسلم قادر أن يدفع عن هؤلاء المظلومين ويتأخر عن ذلك. في النهاية دكتور زغلول برضو أنا يعني وصف لنا بقى روشتة كده نمشي عليها احنا ونفعلها. ما في روشتة عاجلة وروشتة آجلة. نعم. الروشتة العاجلة الأزمة الآن. تمام. ماذا نفعل الآن؟ نعم. كل من يستطيع أن يدفع عن هؤلاء المظلومين لا يجوز له أن يتأخر عن ذلك أبدا بأي شكل من الأشكال. الذي يملك مالا يدفع مال، الذي يملك دواء يدفع الدواء، الذي يملك طعاما يدفع الطعام، الذي يملك ثيابا يدفع الثياب. نعم. الإخوة هناك في العراء. نعم. في هذا البرد الشديد بيوتهم تهدمت، يعني ممتلكاتهم دمرت. هذه الوحشية، يعني أنا مش قادر أتخيل كيف يمكن لحاكم عربي أن يرى هذه المذابح للأطفال وللنساء وللشيوخ ويرضى أن يقابل إسرائيلي. نعم. مش قادر أتخيل والله، يعني أمر لا يقبله العقل السوي لا يقبله إطلاقا. كيف يمكن أن أضع يدي في يد كلاب كهؤلاء المجرمين الذين استباحوا دماء الأطفال والشيوخ والنساء، الذين دمروا أرض إسلامية تدميرا كاملا بوحشية بالغة؟ هل من البطولة أن أقصف مدنيين بالطائرات والصواريخ الأرضية والدبابات والصواريخ البحرية؟ هل هذه رجولة؟ هل هذه بطولة؟ لا طبعا. وأنا عاتب على الدول الإسلامية أيضا لاتفاق الدول العربية، وأقول لإيران أين صواريخك يا إيران؟ يا إيران يا من ترفعين راية الإسلام، أين صواريخك؟ أين جنودك الذي استعرضتيهم في المسيرات العسكرية المختلفة؟ وأقول لحزب الله أين صواريخك؟ إذا لم تستخدم الآن متى تستخدم؟ نعم. وأقول لسوريا صاحبة الأرض المحتلة منذ أكثر من 30 سنة أين جيشك وأين صواريخك؟ لا أعتب فقط، أقول إذا كان حكام الجنوب والغرب قد تركوا الإسلام ونبذوه وراء ظهورهم، فأنتم ترفعون راية الإسلام. أين دوركم في إغاثة المسلمين في غزة؟ الكل مقصر طبعا، والكل سيسأل أمام الله تبارك وتعالى. إن شاء الله رب العالمين. نستقبل الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت ملهم، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وبارك الله في ضيفنا الغالي العزيز الدكتور دكتورنا الغالي، وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا يا دكتور زغلول. بسم الله ما شاء الله، حفظك الله ورعاك. فعلا أثلجت قلوبنا بهذه الكلمات الرائعة التي فعلا كنا ننتظرها من صوت مسلم وقلب مسلم صادق، لا يدعو إلا لله ولا يخشى إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يخشى في كلمة الحق لائمة لائم. نعم. بارك الله فيك، بارك الله فيك، وجعلها حجة لك وجعلها في ميزان حسناتك. والله العظيم لو لم تقابل الله إلا بهذه الكلمات في نصرة إخواننا في غزة بإذن الله لن يخذلك كفاك ولن يخذلك الله عز وجل، وبإذن الله ستكون حجة لك وستدخلك الجنة
الله فيكم وفي قناة الرحمة التي فعلا أسعدتنا لأنها قدمت لهذا الجرح النازف كل أنواع الأدوية التي تثير فينا الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل وتعلمنا الدور الذي يجب علينا أن نقوم به في هذه المحنة للأمة الإسلامية. ونرجو أن لا ننسى العراق وبقاع الأرض جميعا من الأهل المسلمين الذين ذبحونا في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتمنى أن نكون ترابا تدرسونه بأرجلكم الطاهرة لأننا فعلا لا نرقى ولا نصل إلى هذا الشرف. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. الأخت تيسير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. يعني بارك الله فيكم وجزاك الله خير. والأخ العالم الأخ المحبوب زغلول الله يحفظك وينجيك يا رب. والله ما قتلوهم إلا العرب، الحكام العرب هم اللي بيقتلوا في المجاهدين الآن. حسبي الله ونعم الوكيل. الفتنة أشد من القتل وهم الآن شجعوا إسرائيل على أن يقتلوا إخواننا في غزة وفي الشيشان وفي البوسنة وفي الصومال وفي العراق. والحكام العرب الله يذلهم واحد واحد. اللهم لا تخلي منهم أحد. الله يولي فينا من يصلح ولا تولي فينا من يفسد. آمين. وبارك الله فيكم وبارك الله في المحطة وربنا يجزيكم عنا خير يا رب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طب نعود أستاذنا الجليل لمسألة ان انا بقول لحضرتك الكل مسؤول. احنا بدل ما نلقي التهم هنا وهناك ومين اللي خائن ومين اللي عميل ومين انا ما اتهمت احد يا اخي. انا اقول يا اخي الكريم يجب المطالبة بإلحاح من كل العرب ومن كل المسلمين على طرد السفراء والدبلوماسيين الإسرائيليين الموجودين على أرضهم، سحب السفراء العرب من هذه البقعة المحتلة، فتح المعابر تحت أي ثمن. يعني عيب وعار أن يكون معبر رفح على أرض مصرية فلسطينية ونقول عنه أنه معبر إسرائيلي. عار وعيب أن نكون معبر رفح على أرض مصرية ونقول لابد من استئذان إسرائيل. عار وعيب. أين كرامة الأمة؟ أين شرف الأمة؟ أين اعتزازنا بترابنا وبأرضنا؟ عيب وعار أن يقال هذا الكلام. لابد من وقف ضخ الغاز والنفط إلى هذا الكيان، لأن النفط والغاز هو الذي يستخدم في قتل إخواننا في غزة، ولا أحد يجبرنا على ذلك أبدا. أن يباع بتراب الفلوس النفط والغاز لهذا الكيان الشرذمة الشريرة القاتلة، يعني عشان يقتلوا به إخواننا ويقتلون به بعد ذلك. يعني يكفي أن تعلم أن هذا الكيان لديه أكثر من 200 رأس نووي. ماذا عملت الحكومات العربية للاستعداد لمواجهة ذلك؟ هذا الكيان يطور قدراته العسكرية باستمرار، لأنه بنفسية اللص السارق للأرض لا مبرر له إلا البطش، لا مبرر له إلا سفك الدماء، لا مبرر له إلا إذلال هذه الأمة. يعني أين غيرة المسلم؟ أين ضمير المسلم؟ أين حمية العربي حتى الكافر زمان كان لديه حمية. أين هذه الحمية؟ ونحن نرى الأطفال والنساء والشيوخ يذبحون ويدمرون، ونرى غزة قد تحولت إلى خرابة. يعني ونحن نسمع ونرى تبارك وتعالى يثبتهم وينصرهم بإذن الله تبارك وتعالى. يعني في النهاية كده أستاذنا الجليل بعد هذه الكلمات الكلام واضح ولا يحتاج إلى تعليق. الكلام دكتور أستاذنا الجليل ربنا يبارك فيه ويزيده علم ويزيده جرأة وأن يكون دائما كلمة الحق في أي مكان بإذن الله تبارك وتعالى. أنا هقول بس يعني في النهاية كده بعض الأخبار السريعة لبعض الشخصيات على هذا العدوان السافر من الكيان الصهيوني على شعبنا، الشعب المحترم والشعب البطل، شعبنا في قطاع غزة وفي فلسطين بوجه عام. وبعدين بعد هذه الأخبار ندعو الله تبارك وتعالى، يعني حضرتك تدعو ونؤمن على دعاء بإذن الله تبارك وتعالى. بنقول مشاهدينا الكرام وفد من اتحاد علماء المسلمين يزور دول عربية لنصرة فلسطين. مفتي الديار المصرية عدوان إسرائيل أسود نقطة في تاريخ الإنسانية جمعاء. الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق مخطط إسرائيلي أمريكي لإلحاق غزة بسيناء. نواب الشعب المصري دماء غزة في رقبة الحكام العرب. قيادات حماس في القاهرة كل الشكر لمصر الشقيقة أتاحت الإمكانيات ولم تتأخر عن دعمنا. الدكتور غازي حمد المتحدث باسم حماس مصر لم تتأخر في فتح معبر رفح، ولكن القصف الإسرائيلي المتواصل أدى لعدم قدرتنا على الوصول للمعبر. ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. شيخنا الجليل ندعو، يعني حضرتك تدعو ونؤمن على دعاء في النهاية بإذن الله. أنا أود أن أكرر من هذا المنبر تحيتي القلبية الصادقة للأخ الكريم
رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا على كلمته الرائعة. وأتمنى على هذه القناة أن تعيد هذه الكلمة، تعيد بث هذه الكلمة التي تحيي موات القلوب وتعطي للحكام العرب نموذج، لأنه رجل مسلم أنطقه الله بهذا الحق. وأحيي أيضا الدكتور عبد الله الأشعل الذي أتمتع بقراءة ما يكتب، وأشعر أنه يكتب بجرأة وبشجاعة وبصدق. أسأل الله تعالى أن يجزيه على ذلك خير الجزاء، ونتوجه بالدعاء إلى الله، وألح على كل مسلم ومسلمة أن يدعو الله تعالى في هذه الأيام المباركة لنصرة إخواننا المجاهدين على أرض غزة إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ودمر أعداءك أعداء الدين في كل مكان بقدرتك يا رب العالمين. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين على أرض غزة، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أنزل ملائكتك تقاتل في صفوفهم وتدفع عنهم، وسخر من جندك ما نعلم وما لا نعلم لمقاتلة أعدائهم. اللهم واحصل الإسرائيليين عددا وافنهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إن الإسرائيليين قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض، فأرنا فيهم عجائب قدرتك. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني ربنا يتقبل دعاء حضرتك يا رب، اللهم امين. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل دائما باذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يهدي حكامنا ويهدي شعوبنا لما فيه الخير باذن الله تبارك وتعالى والى مرضات الله تبارك وتعالى، وان يحفظ مصر من كيد الاعداء، وان يجعلها امنا امانا سخاء رخاء بلاد المسلمين، وانا بقول وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم امين. مشاهدينا الكرام، كل التحيه والتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه. انتظرونا في حلقه الخميس ووقفه مع الاحداث ايضا مع فضيله الاستاذ الدكتور محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعيه الشرعيه باذن الله تبارك وتعالى. ولكن يعني مشاهدينا الكرام، تبقى كلمه يعني دائما ونكرر ونؤكد بأن نصر الله قادم، وأن النصر قادم بإذن الله تبارك وتعالى، وبأن النصر قادم بأنه لم ولن تضيع الأمة ما دام فيها القرآن الكريم، وما دام فيها مشايخ وعلماء في يعني مثل أستاذنا الجليل أستاذنا الدكتور زغلول النجار، ربنا يحفظه ويبارك فيه ويبارك في جميع علماء المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل غزة، وصيتي لكم في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. التقيتم الآن مع اليهود على أرض الميدان، احذروا الفرار واثبتوا، إما النصر وإما الشهادة، إما العزة وإما الشهادة، إما الكرامة وإما الشهادة، إما الحياة بشرف وإما الشهادة، والشهادة شرف، ورب الكعبة لا يستحقه أي أحد ولا يناله أي أحد. لا ينال الشهادة إلا من اصطفاهم الله لها، لا ينال الشهادة إلا من اجتباهم الله لها. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم، وصيتي لكم بالثبات، وصيتي لكم بالذكر، وصيتي لكم بتجديد الإيمان، وصيتي لكم بالمحافظة على الصلاة، وصيتي لكم بالمحافظة على أوامر الله، وصيتي لكم بطاعة الله ورسوله، وصيتي لكم بالتوكل على الله، باليقين في الله، باللجأ إلى الله، بالثقة في الله، بالاعتصام بحبل الله. نعم، هذه هي مقومات النصر، هذه عوامل النصر. يا أهل غزة،
لا عصمة لكم إلا أن تعتصموا بالله. نعم، اخفضوا كل الرايات وارفعوا راية النصرة لدين رب الأرض والسماوات. لا تتعصبوا لفصيل ولا تتحزبوا لفئة، وإنما أنتم جميعا مسلمون فلسطينيون، ولتكن النية لتكون كلمة الله هي العليا. فصححوا النية وطهروا السريرة والطوية، لأنه من سقط منكم في أرض الميدان سيكون عند الله جل وعلا من الأحياء الذين يرزقون، ومن مزقت أشلاؤه سيتقبله الله عنده في الشهداء. يا أهل غزة، يا أهل غزة، اثبتوا واصبروا يا أحبابي يا إخواني، واعتصموا بالله، هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله. فاعتصموا بالقوي الذي لا يهزم، اعتصموا بالعزيز الذي لا يغلب، اعتصموا بالجبار الذي لا يقهر. يا الله، خذوا بالأسباب المتاحة لكم، خذوا بالأسباب المقدرة والتي تقدرون عليها الآن بين أيديكم، واعلموا أن الله ما تعبدكم إلا بهذا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله